عمرك وقفت قدام شاشة اختبار السرعة وشفت الرقم بيطلع ببطء كأن الإنترنت بيسحب 3 ميجا 2.8 ميجا 2.9 وبعدين يقف وقتها بتحس إنك في سباق خسران، كل حاجة بطيئة، الفيديو بيقف، اللعبة بتعلق، وحتى المراسلات بتتأخر. كنت فاكر المشكلة في الشبكة في الشركة أو في الموبايل، بس الحقيقة المشكلة كانت فيا أنا. في يوم كنت قاعد على قهوة وصاحبي بيحمل فيديو بدقة 1080 من نفس الشركة ونفس الخط، وأنا الإنترنت عندي مش قادر يفتح حتى جوجل. وقتها سألت نفس السؤال اللي قلب الدنيا في دماغي: ازاي في نفس المكان ونفس الشركه السرعه عنده اضعاف سرعتي؟ ومن هنا بدات رحله البحث عن السر اللي يخلي الانترنت اسرع. وصدقني مش مجرد اعداد ولا تطبيق، الموضوع اعمق من كده بكتير. في عالم الشبكات السرعه مش رقم بيطلع على الشاشه، السرعه احساس وتجربه واستجابه. لما تضغط على رابط، الكمبيوتر مش بيروح مباشره للموقع، هو بيمر على سطر طويل من السيرفرات، البروكسي والدي ان اس، وكل تاخير فيهم بيخصم من سرعتك بدون ما تحس. اول حاجه عملتها اني بطلت الوم الشركه وبدات اتعامل كاني مهندس شبكه فعلا. نزلت ابلكيشن اسمه اوبن سيجنال، التطبيق ده بيقيس قوه الاشاره وبيوريك انت متصل باي برج في المنطقه. المفاجاه، انا كنت متصل ببرج بعيد عني حوالي 2 كيلومتر، رغم ان في برج اقرب منه بنص المسافه. ساعتها عرفت ان اول خطوه لتسريع الانترنت مش في الاعدادات، اول خطوه في المكان. قمت حرفيا ومشيت على السطح بدور على اقوى نقطه اشاره. كل متر كنت بتحركه السرعه بتزيد رقم بسيط لحد ما وصلت لاعلى نقطه، الاشاره بقت كامله. جربت اختبار السرعه، النتيجه من 3 ميجا ل 9 ميجا بدون اي اعدادات ولا ابلكيشنات، بس بالمكان الصح. وده ابلكيشن اوبن سيجنال. المفروض حاليا انا متصل على برج الشبكه زي ما ظاهر قدامك كده، فالمفروض دلوقتي ان انا هعمل سبيد تيست للسرعه قدامك. خليني اقول لك دلوقتي ان السرعه من شويه عندي كانت معدومه فعليا. تعال دلوقتي نشوف السرعه، وهبتدي اتحرك من مكاني لمكان تاني ونشوف السرعه برضو وصلت قد ايه وهتعلى ولا لا. حاليا عندنا الليتنسي 38، الداونلود عندنا 6 ميجا بوينت 43، وعندنا الابلود حاليا المفروض ان هو واصل ل 7 ميجا بايت زي ما ظاهر قدامك كده. خليني بقى اتحرك من مكاني واروح اشبك على برج شبكه تاني. ودلوقتي بعد ما غيرت المكان اللي انا قاعد فيه اكيد في فرق في الصوت واضح قدامك. خلينا نجرب دلوقتي نعمل سبيد تيست مره تانيه. خلينا نشوف مع بعض دلوقتي. الليتنسي عندنا 39، الداونلود عندنا وصل قد ايه؟ خلينا نشوف مع بعض. المفروض حاليا 2 ميجا بايت، معنى كده ان برج الشبكه اللي كنت شابك عليه الاول كان احسن من ده بكتير، مع اني يا دوبك اتحركت من مكاني بضعه امتار. لو ينفع اصورها لك والله هصورها لك. بس دلوقتي عندنا فرق حاصل في الابلود، وصل 8 ميجا بوينت 66. يعني معنى كده ان المكان اللي انا موجود فيه حاليا ده لرفع الفيديوهات او رفع اي ملف عموما كويس جدا، بس في تحميل اي حاجه مش كويس. فلو بصينا دلوقتي مقارنه بالبيانات اللي عملناها بين الشبكه اما اتنقلت من مكاني والشبكه اما كنت قاعد في مكان تاني او متصل ببرجين مختلفين، فخلينا نقول دلوقتي ان بعد ما بعدت عن البرج الاولاني الداونلود كان معايا 6 ميجا بوينت 43، انما اما نقلت بقى البرج تاني كان الداونلود معايا 2.50 اللي هو 2.5 ميجا بايت عموما. وكان عندي الابلود قبل كده 7 ميجا بايت، بعد كده الابلود عندي وصل ل 8.66. انما الليتنسي ما اتغيرش كتير، اللي هو الاستجابه بتاعتي كانت 38 اصبحت 39، فدي مش حاجه هامه بالنسبه لنا. فانت بقى لو حابب انت بتعرف تغير اصلا مكان ابراج الشبكه اللي عندك، او انت شويه الامتار اللي انت بتمشيها دي بتفرق معاك كتير في الشبكه بتاعتك. فلو رحنا على اخر مكان في الشاشه عندنا اللي هو بتاع الموقع دوت وضغطنا على الزرار اللي ظاهر قدامك دوت، بيبتدي يظهر لك جميع ابراج الشبكه اللي عندك وانت شابك على اي برج بالظبط. خليني مره تانية ارجع للمكان اللي كنت موجود فيه الاول وبعد كده نبتدي نكمل. وبعد ما رجعت للمكان اللي كنت قاعد فيه اول مره، حاليا لو ضغطت على سبيد تيست مره تانية خلينا نشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل. الليتنسي عندنا 58، الداونلود عندنا نزل دلوقتي او زاد ل 5 ميجا بوينت 79، وعندنا حاليا هيبتدي هنا لا الداونلود وصل 9 ميجا بوينت 31. خلينا بقى نشوف الابلود عندنا او رفع الفيديوهات هيوصل قد ايه. يعني احنا عرفنا ان المكان التاني اللي انا رحت له كان فيه سرعه الابلود عاليه، لان انا ده برج شبكه وده برج شبكه تاني خالص. وممكن بقى انت تجربها منين؟ من خلال الابلكيشن، وان انت تشبك على ابراج شبكه مختلفه. كل اللي انت بتعمله بس بتوجه الموبايل بتاعك ناحيه برج الشبكه اللي ظاهر لك وبتحاول تمشي عليه بضعه امتار مش اكتر من كده. ودي اول حاجه عملتها وكنت فخور، بس مش مكتفي. حسيت ان في حاجه تانية مستخبيه، حاجه صغيره ممكن تخليني اكسر حاجز ال 10 ميجا. بدات ادور على اعدادات الشبكه في الموبايل، اكتشفت ان الموبايل بيتنقل تلقائي بين ال 3G وال 4G عشان يحافظ على البطاريه، بس الحركه دي كانت بتقتل السرعه حرفيا. فعشان كده ابتديت دخلت على الاعدادات وغيرت نوع الشبكه الى LTE only. جربت تاني، النتيجه كانت السرعه عاليه. وفعليا لو انت بصيت على الموبايل عندي هتلاقيني فعلا مختار ال LTE اللي هو ال 4G عموما، انا متصل عليه
ايه حاليا. فانت بقى لو مختار الشبكه عندك اللي هي 3G 4G، فيا ريت ان انت تثبتها بس على 4G. يا للعجب، كم من طاقة نملكها ولا نعرف عنها شيئا، نظن أن العيب في العالم بينما الخلل في إعداداتنا نحن. بس مع كل رقم كنت بوصله في السرعة كنت بحس إني داخل عالم غامض، عالم مليان أسرار، وكل إعداد فيه ممكن يغير تجربتك بالكامل. في الوقت ده بدأت أفكر هل في إعدادات تانية ممكن تكون بتكتم السرعة من غير ما نعرف؟ وبعد بحث طويل لقيت مصطلح اسمه APN، حاجة صغيرة في الشبكة لكنها بوابة السرعة. الجزء الجاي هو اللحظة اللي فعلا انقلبت فيها النتيجة من رقم بسيط لرقم مستحيل كنت أتصوره. كنت فاكر خلاص وصلت للنهاية، لكن الحقيقة كنت لسه في أول الطريق. السر اللي كان مستخبي ورا 3 حروف APN. ال APN هو بوابة الاتصال بين موبايلك والإنترنت. الشركة بتديك إعداد جاهز تلقائي، بس الإعداد ده مش دايما الأفضل لأنه بيعدي على سيرفرات مزدحمة بتبطئ الاتصال قبل ما توصل لوجهتك. شركة فودافون مثلا بتديك ال APN دوت المفروض تلقائي عندك كده، حتى لو حضرتك عملت له ريست بالشكل دوت بيرجع تاني نفس ال APN، لأن دي إعدادات ثابتة في كل الأجهزة. فأنت هنا شوف كام شخص معاه خط فودافون وكام شخص شغال على نفس ال APN دوت. فهنا كان لازم احنا نتدخل بقى. فعشان كده المفروض ان انت لازم تغير اول حاجه في تليفونك ال APN دوت. هغيره ازاي؟ هنا مثلا النيم بتكتب اي حاجه، انا وليكن مثلا هكتب اسمي مستر جوست بالشكل دوت. بعد كده عندنا ال APN هنا لازم تختار حاجه فيها من ريحه الشركه. ازاي؟ عندنا المفروض APN تاني لشركه فودافون اسمه web.vodafone.com.eg. بعد كده بتبتدي تدوس اوكي. هنا طبعا البروكسي عندك سيبه فاضي، ودي حاجه مهمه جدا. البورت برضه سيبه فاضي. اليوزر نيم والباسورد المفروض ان انت بتكتبهم واب. بعد كده بتحفظهم عن طريق ان انت بتضغط على كلمه اوكي. بعد كده المفروض ان انا هنزل لتحت شويه. الام سي سي خليها 602 زي ما هي، الام ان سي خليها 02 مفيش مشكله. بعد كده عندك الاي بي ان تايب عندك اللي هو ظاهر ده. هنا في حاجات كتيره مكتوبه بالشكل اللي هو ظاهر قدامك ده. طب نسيب منه ايه؟ عايزك تحذف الكلام ده بالشكل دوت وتسيب بس اللي انا هسيبه لك دوت او اللي ظاهر قدامك. بعد كده تحفظ الكلام ده. بعد كده كل حاجه زي ما هي. بعد كده تضغط على مور من تحت او المزيد. بعد كده تعمل سيف للكلام ده. بعد كده هبتدي احدد web.vodafone.com.eg. خلاص على كده المفروض الشبكه فصلت من فوق ورجعت تشتغل التاني. هروح مره تانيه على ابلكيشن اوبن سيجنال. بعد كده اقول له سبيد تيست مره تانيه. هنا الليتنسي زي ما انت شايف 48. الداونلود يا عزيزي وصل قد ايه قدامك في الفيديو؟ وصل 20 و21 وكل ده قدامك حرفيا. ليه؟ تركايه بسيطه ان انا عدلت شويه في الاي بي ان. هنا سرعه الابلود عندي وصلت ل 3 ميجا و4 ميجا زي ما ظاهر قدامك، وكانت النتيجه النهائيه الداونلود 20 ميجا بايت، الابلود 4 ميجا ونص، والليتنسي كان 48. بعد ما حفظت الاعدادات ورجعت للشاشه الرئيسيه شغلت اختبار السرعه. الرقم بدا يتحرك بسرعه غير طبيعيه لحد ما وصلت ل 20 ميجا داونلود. ساعتها حسيت ان فعلا اكتشفت حاجه، مش لان السرعه زادت لكن لاني فهمت ليه كانت قليله من الاساس. ان الجهل بالاعداد اشد بطئا من بطء الشبكه نفسها، وان العلم ولو كان بسيطا قادر ان يفتح لنا ابوابا كانت تبدو مغلقه. بس رغم النتيجه اللي خلتني مبسوط لسه في حاجه مضايقاني. لما فتحت المواقع لاحظت ان في بطء بسيط اول ما اضغط على اي رابط. يعني السرعه كويسه بس الاستجابه بطيئه. رجعت ادور تاني ولقيت ان السبب في حاجه اسمها DNS. دي السيرفرات اللي بتحول اسم الموقع لعنوان IP حقيقي. الشركات بتحط DNS افتراضي بس بيكون بطيء. فقررت اجرب حاجه مختلفه، وساعتها اتجهت على الضبط بتاع الموبايل بتاعي. بعد كده رحت للمزيد عندي بالشكل دوت. عندي حاجه اسمها برايفت DNS موجوده في اي جهاز عندك. بعد كده لو ضغطنا عليها هنا المفروض ان هي بتكون طافيه عندك او متعلمه على الاوتوماتيك. فانا دلوقتي اقول لك بقى عشان كمان تزود سرعه استجابه الموقع معاك لازم تحط برايفت DNS. هتضغط عليها بالشكل دوت. بعد كده كل اللي علينا ان هي هنا بتكون فاضيه، يعني المكان دوت بيكون فاضي. خلينا بس نشوف استجابه موقع زي سبيد تيست معانا الاول. فزي ما ظاهر قدامك كده ان السرعه للمواقع يعتبر محدوده لسه، وكان هنا برضو لازم نتدخل. فرجعت مره تانية على DNS عندي. بعد كده دخلت على البرايفت DNS كتبت فيها dns.open.dns.com. بعد كده عملت لها سيف. طبعا ممكن تستخدم DNS كتير، الحاجه اللي تظبط معاك فيها تبتدي تسيبها. وانا بالنسبه لي انا في خلال الفيديو هجرب على ده بس من خلال قناه التليجرام بتاعتنا تقدر تحصل
تحصل على اكتر من دي ان اس هسيبهولك هناك، او كاستوم نيم للدي ان اس هسيبهولك على قناه التليجرام بتاعتنا تحت الفيديو ده مباشره. بعد ما فعلت الدي ان اس كان لازم ان انا اروح هنا واعمل وضع طيران. ليه؟ عشان يبتدي بقى بعد وضع الطيران يتعرف عندي على الدي ان اس الجديد. بعد ما خلاص فكيت وضع الطيران وتعرف على الدي ان اس الجديد، بعد كده رجعت مره ثانيه على موقع سبيد تيست مره ثانيه، عملت له ريفريش بالشكل دوت. خلاص الموقع بدا يفتح معانا اللي هو المفروض بالسرعه كبيره شويه. بعد كده لازم بقى ان انا اعمل جو عشان اقيس السرعه عندي بالشكل دوت. خلينا نشوف مع بعض هل السرعه فعلا هتبتدي تزيد ولا احنا كنا بنحلم وبنوهم نفسنا ان الدي ان اس دوت ملوش لازمه. وزي ما ظاهر قدامك كده السرعه بدل ما كانت 1 ميجا وصلت زي ما ظاهر قدامك كده ل 7 ميجا و8 ميجا حرفيا. احنا دلوقتي يا جماعه احنا بنتكلم على المواقع. الدخول على المواقع ده مرتبط بالدي ان اس، ملوش علاقه نهائي عندك بالمفروض التطبيقات والحاجات التانيه اللي احنا لسه معدلينها من شويه. السرعه عندنا يعتبر 8 ميجا بوينت 59 ودي حاجه كويسه حاليا بالنسبه للمواقع. وممكن نجرب كمان موقع fast.com ده بيقيس السرعه برضه عندنا، وده اكتر حاجه الناس يعتبر بتروح تقيس السرعه عليها. السرعه حاليا واصله ل 10 ميجا و12 ميجا فعليا، كل ده من خلال شويه اعدادات بسيطه عملناها في التليفون بتاعنا، ودي كانت النتيجه النهائيه زي ما ظاهر قدامك. وساعتها السرعة مش بس زادت، لكن المواقع بقت تفتح أسرع والفيديوهات تحمل من أول مرة. أنا حرفيا كنت مصدوم، يعني كل اللي عملته مجرد شوية إعدادات، لا تطبيقات لا اشتراك إضافي ولا حتى في بي إن مدفوع. وده اللي خلاني أقول لنفسي السرعة كانت دايما موجودة، بس محدش قال لنا نضغط الزر الصح. ما أبسط الأسرار حين تكشف وما أصعبها حين تظل مدفونة تحت جهل طال أمده. بس كنت عايز أتأكد إن اللي حصل مش صدفة. جربت الخطوات فعليا على خطوط تانية للشركات تانية، نفس الفكرة نفس النتيجة. السرعة زادت، التجربة اختلفت، كل اللي اختلف شوية اعدادات. بعد التجربة دي قررت اجمع كل اللي اكتشفته في 3 خطوات سهلة لأي حد. الخطوة الأولى اختار مكان فيه إشارة قوية، الخطوة الثانية فعل وضع ال 4G فقط، الخطوة الثالثة عدل اعدادات ال APN وال DNS يدويا. من بعدها بقيت ببدأ يومي بتجربة السرعة وانا مطمن، مش لاني واثق في الشركة لكن لاني واثق في نفسي. عرفت اتحكم في اللي كان بيسبب لي احباط كل يوم. كم من انسان لام العالم من حوله ولم يدري أن الخلل كان في إصبعه الذي لم يضغط الزر الصحيح. أنا مش خبير شبكات ولا تقني محترف، أنا مجرد واحد قرر يفهم. ودي كانت قصتي عن إزاي زودت سرعة الإنترنت من 3 ميجا ل 10 ميجا. بعد يومين من التجربة قررت أعمل اختبار حقيقي، مش على تطبيق السرعة بس، على الاستخدام اليومي. قلت أبدأ بيوم عادي، أوصل الموبايل بالداتا، أفتح اليوتيوب، فيديوهات بتفتح فورا، لا تحميل لا تقطيع. حسيت إن الموبايل أخيرا فام النوم، فحمد لله على السلامة. بس قلت لا، لازم أقارن بالارقام. فتحت ابلكيشن سبيد تيست، عملت اختبار تاني، والنتيجه كانت اكتر من 3 اضعاف السرعه اللي انا كنت شغال بيها. اللي حصل مش سحر لكن علمي بسيط وملاحظه. انا ما غيرتش الخط ولا دفعت فلوس اكتر، كل اللي عملته فهمت النظام اللي كنت ماشي عليه غلط، بس في نفس الوقت اكتشفت ان في ناس كتير بتقع في اخطاء بتقتل السرعه من غير ما تحس. اول غلطه تشغيل VPN طول الوقت، لانه بيمرر الانترنت على سيرفرات تانية بتبطئ السرعه. تاني غلطه تفعيل التحديث التلقائي في الخلفيه للتطبيقات، دي بتسحب السرعه من وراك وانت مش واخد بالك. تالت غلطه انك تستخدم شبكات 3G او الاوتو بدل ال 4G فقط، وده بيخلي الموبايل يقفز بين الشبكات طول الوقت فبتضيع استقرار الاتصال. وكم من سرعة ضاعت لا لضعف الشبكة بل لجهل المستخدم. رابع غلطة انك بتتجاهل تنظف الكاش وملفات النظام. الموبايل نفسه ممكن يكون السبب في البطء مش الشبكة. بعد كل ده فهمت ان السرعة مش بس رقم بيطلع في اختبار، السرعة هي احساسك انك بتتحكم وان وقتك ما بيضيعش في تحميل صفحة او انتظار فيديو. النهاردة انا مش بقولك ان الانترنت في مصر بقى اسرع، بس بقول اننا ممكن نفهمه اكتر، وده في حد ذاته بداية السرعة الحقيقية. لقد ظن الناس ان الانترنت قوة تأتي من الخارج، لكن الحقيقة أنه انعكاس للمعرفة في الداخل. من عرف مفاتيحه فتح الأبواب المغلقة، ومن جهلها ظل واقفا أمام شاشة لا تتحرك. ولو وصلت لحد هنا فاعرف إن السرعة مش بس في الإنترنت، السرعة الحقيقية إنك بدأت تدور بنفسك. عشان كده أنا كمحمد عملت لك الفيديو دوت، فاشترك عشان نكمل التجارب الجاية، وحط تعليق تقول لنا السرعة وصلت كام بعد ما جربت بنفسك.